اهلا بيكم في قناة SG هاند ميد. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض الكوستر. ده معانا ممكن ببواقي اي خيوط عندك هتعملي الكوستر ده بمنتهى السهولة وسهل جدا، ما بياخدش كمية خيط كتير. فنبتدي ان شاء الله الفيديو ونقول بسم الله. اول حاجه انا اشتغلت الكوسترات دي بقطن الايطالي المنتشر في الاسواق المصريه دلوقتي. ممكن البديل ليه ان انت تشتغلي بديفا بلس او تشتغلي بكوتن جولد، هيدي نتيجه حلوه جدا. فهنبتدي ان شاء الله ونقول اول حاجه انا هبتدي. اول لون معايا شايفين كلها بواقي خيوط ممكن تشتغلي بيها بكل سهوله. اول حاجه جبت الخيط بتاعي وهشتغل بابره 2.5. انا بحب اشتغل بالقطن الايطالي ب2.5 او 3. هنعمل الدايره السحريه. انا بحب اعملها كده الطريقه دي اسهل بكتير، ان انا اربط عقده بس مش بقفلها. وهبدا اشتغل 3 سلاسل، وده بمثابة اول عمود معايا. وهلف الخيط على الابرة وهبدأ اشتغل 11 عمود جوه الدايرة السحرية. 2 نعد 2 على طول. خلاص احنا عملنا اول واحد السلاسل. 3 4 5 6 7 8. انا هنا خلصت ال 12 عمود. انا هقفل الدايره السحريه بتاعتي شد خالص للاخر، واجي هنا عند تالت سلسله ارتفاع في اول الثلاث سلاسل اللي احنا اشتغلناهم هدخل فيها وهعمل غرزه منزلقه. وبكده انا اشتغلت الدايره بتاعتي 12 عمود وقفلتها بمنزلقه. هاخد سلسله واقص الخيط معايا، وبكده اكون اشتغلت السطر الاول. السطر التاني هنبتدي في اي غرزة من العواميد اللي معانا، في اي راس عمود موجودة معانا. انا هدخل هنا تمام، وهبدأ اشتغل غرزة الكلاستر اللي موجودة معايا. انا هشتغل الكلاستر بتاعي بعمود بلفتين. اول عمود هشتغله معايا بيكون عمود بمثابة عمود بلفة واحدة ب3 سلاسل بس. طب ايه السبب؟ احنا هنا العمود بلفتين بيكون ب4 سلاسل. لما باجي اشتغل الكلاستر بيكون عمود غير مكتمل، فلازم اقلل سلسلة او ما اكملش العمود في الشغل. فبالتالي انا مش هشتغل 4 سلاسل، لا انا هشتغل مش هشتغل 4 سلاسل، هشتغل 3 سلاسل بس. وهلف الخيط على الابرة لفتين وانزل في نفس المكان واشتغل 2 عمود بلفتين. ادي طلعت شديت الغرزة معايا، هطلع من حلقتين حلقتين وهوقف الشغل على كده. شايفين ال3 سلاسل بقت قد بالظبط العمود بلفتين اللي غير مكتمل، فبالتالي بيكون كلهم سوا بعض. هلف الخيط على الابره مرتين وهنزل في نفس المكان وهشتغل. اطلع من حلقتين حلقتين، بقت خلاص معايا 3 حلقات، 3 عواميد غير مكتملين. هسحب كله في غرزة واحدة، وبكده انا اشتغلت اول غرزة كلاستر معايا. بعديها هشتغل 3 سلاسل والف الخيط على الابرة لفتين، وهشتغل في العمود اللي بعديها على طول نفس الشغل. شايفين انا واخده الخيط البدايه معايا علشان يبقى التنظيف سهل بالنسبه لي. وهشتغل اطلع من حلقتين حلقتين واوقف. الف الخيط على الابره مرتين وانزل هنا، ادخل اطلع بالخيط، اطلع من حلقتين حلقتين واوقف. الف الخيط على الابره، انزل تاني لتالت مرة واخر مرة، اطلع من حلقتين حلقتين. بقى معايا 3 حلقات بتوع العواميد والحلقة الشغل الاساسية. هنلف كله ونسحب في غرزة واحدة.
هنكرر ده في كل العواميد اللي موجودة معايا. 3 سلاسل، الف الخيط على الابرة مرتين، وانزل في المكان اول عمود هيقابلني، اطلع من حلقتين حلقتين، هكذا بكمل بنفس الطريقة. من عيوب الخيط الايطالي شوية لقيتها في بعض الانواع مش في كله، ان الخيط ما بيكونش مبروم، فبالتالي بيبقى صعب شوية في الشغل، فلازم ناخد بالنا واحنا بنشتغل بيه لو هتشتغلي بالخيط القطن الايطالي. شايفين اهو اخر واحدة. وكده انا بدأت اعمل الغرز كلها وبينها 3 سلسلة. هخلص كل الدايرة كلها ونرجع تاني مع بعض. انا هنا اشتغلت 12 وحدة معايا، دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بعدد العواميد اللي احنا عملناها في الدايرة، ولازم ناخد بالنا من العدد، وحتى الغرزة اللي قفلنا فيها نشتغل فيها علشان يكون العدد مكتمل. اخر حاجة هنشتغل 3 سلاسل، ونيجي هنا عند راس الكلاستر الغرزة اللي احنا قفلنا بيها، وهنعمل منزلقة سلسلة نقفل بيها الخيط بتاعنا. كده السطر التاني خلص معايا. شايفين الشغل بدأ يظهر معايا ازاي؟ طيب انا هنا هبدأ اختار لون تالت برضو من البواقي عندي، وهبدأ اشتغل السطر التالت معايا. السطر التالت هيكون عبارة عن عواميد، كله شغل عواميد في الفراغات اللي موجودة، ال3 سلاسل اللي موجودة معانا. اول حاجة هدخل طبعا من اي مكان هشتغل 3 سلاسل ارتفاع. انا بشتغل على طول وباخد باقي الخيط معايا، فالشغل بيكون الحمد لله مظبوط يعني، ما بحبش اعمل غرزة بداية في الاول. ادي 3 عواميد بلفة واحدة عادي خالص، اسفة 4 عواميد، 3 سلاسل ارتفاع و3 عواميد. هنتقل لل3 سلاسل التانيين من غير اي سلاسل او اي حاجة، هشتغل عمود بلفة عادي خالص اهو، بطلع من حلقتين حلقتين العمود خلص. وهنكمل ادي اول 4 عواميد، تاني 4 عواميد، وهكمل بنفس الطريقة في الفراغات في ال3 سلاسل. كل 3 سلاسل هشتغل فيهم 4 عواميد بلفة واحدة. طيب اكمل ادي 3 ادي 4. واحنا ماشيين لقيت الخيط اللي احنا مقفلين بيه اللون التاني ادخله تحت الشغل بتاعي واكمل عادي خالص. ده بيساعد في عملية التنظيف شوية، ان احنا ما نشتغلش تقفيل الخيط كتير. هكمل السطر كله ونرجع تاني. خلصت السطر كله بنفس الطريقة، وصلت لاخر 4. احنا هنا بادئين ب4 طبعا كان معتاد هنقفل السطر. هنيجي هنا عند تالت سلسلة ارتفاع وادخل في السلسلة التالتة، اخد حلقتين منها واقفل بالراحة كده بمنزلقة. طيب انا هنا خلصت السطر ده كمان، الدور الجاي الشغل هيتفرد اكتر. طيب السطر الجديد انا هرتفع 3 سلاسل ارتفاع، ده بمثابة عمود فوق اول عمود معايا. هلف الخيط على الابرة وهيجي هنا عند اول عمود هيقابلني هشتغل عمود، تاني عمود هشتغل عمود فوق العمود، كلها عواميد بلفة واحدة. رابع عمود هشتغل ادي عمود معايا، وهلف الخيط على الابرة وهشتغل في نفس المكان عمود كمان تزايد. ليه؟ علشان يكون تزايد للدايرة اللي احنا شغالين فيها. يعني كل 4 عواميد في الدور اللي بعديه هيكونوا 5، في اخر
عمود من ال4 عواميد، في رابع عمود هنشتغل 2 عمود في نفس المكان. هنتنقل بنفس الطريقة من غير اي سلاسل. في اول عمود ادي 1، نعد بقى مع بعض ونتأكد من العد بتاعنا. 2 3 وفي 4 بنعمل عمودين في نفس المكان، بقوا معايا 5. نبدأ تاني نعد. ادي 1 2 3 4 وفي ال4 هنكررها، هتبقى 1 كمان معانا يبقى 5، ونكمل السطر كله. خلصنا السطر كله، الناتج معانا هيطلع 60 عمود. انا يمكن نسيت اقول لكم ان احنا هنا السطر اللي قبليه على طول احنا عملنا، كنا عاملين 4 4 4 وهكذا، فطلع معانا 48 عمود. ده بالتزايد اللي احنا عملناه بقى معانا 60 عمود. اخر حاجة هعملها ان انا هقفل السطر بتاعي في ثالث سلسلة ارتفاع. هاجي وهعمل منزلقة، ناخد سلسلة واقطع الخيط كده. خلصت السطر ده كمان. خلصنا وهنبدأ السطر الاخير معانا. انا هاجي هنا عند اي بداية وهدخل لون بقى، نحاول نختار لون يفتح الدنيا شوية او يدي روح للشغل. الاختيار الالوان طبعا كل واحد حسب ما هو حابب. انا هنا هطلع الغرزة بتاعتي، هعمل سلسلة بس هنزل المرة دي اعمل غرزة حشو. تمام. هنبدأ نشتغل 3 سلاسل وهنشتغل غرزة بيكو. انا بحس دايما ان غرزة البيكو من اجمل الغرز اللي تشتغلي بيها نهايات الشغل، بتدي شكل جمالي حلو جدا. هنشتغل غرزة البيكو ازاي؟ انا هنزل هنا اخد طرف من غرزة الحشو من فوق وطرف من الجسم نفسه بتاع الغرزة من تحت، وهعمل منزلقة، وهاجي هنا في العمود اللي بعديها على طول وهعمل غرزة حشو. انا واخده الخيط معايا عشان التقفيل. تمام. بعديها هعمل غرزة حشو كمان في العمود اللي بعديه، يبقى انا هنا وصلت للعمود الثالث. هشتغل 3 سلاسل وهنزل هنا في راس، شايفين في راس غرزة الحشو مع الضلع التاني من غرزة الحشو، هدخل واسحب اطلعها من الغرزة التانية كده. كونت غرزة البيكو. هنزل بغرزة حشو في العمود اللي بعديه عشان اقفل الغرزة. بعديها اروح للعمود اللي بعديه وهعمل غرزة حشو كمان، يبقى عمود بنعمل فيه والعمود التاني بتبقى غرزة حشو من غير اي حاجة خالص. انا هنا في تاني غرزة حشو هنعمل 3 سلاسل، 1 2 3، وهنزل اعمل البيكو، اطلع بمنزلقة واقفل غرزة حشو في العمود. في العمود اللي بعديه اعمل غرزة حشو كمان اللي هبدأ فيها البيكو الجديدة، وهكذا نكمل السطر كله لحد ما نوصل لاخر غرزة معانا. انا هنا خلصت السطر كله بتاعي، وصلت لاخر غرزة حشو. انا المفروض هنا دلوقتي الطبيعي ان انا اقفل بمنزلقة. انا المرة دي مش هقفل بمنزلقة، انا هقفل هقطع الخيط على كده. يعني شايفين هو كده الغرزة العادية الاساسية بتاعتي، وهقطع الخيط بتاعي وهقول لكم السبب ايه دلوقتي. انا بدل ما اشتغل غرزة حشو ويكون الشكل مش لطيف، هقفل بطريقة فيها الشكل يكون الطف شوية. فانا هسحب الخيط كده عادي. تمام. شايفين الغرزة مش مكتملة، وهاجي هنا عند الغرزة اللي معايا، شايفين غرزة البداية، وهاجي ادخل فيها غرزة الحشو اللي احنا كنا اشتغلناها، هدخل في الطرفين بتوعها. تمام. واجي هنا
واجي هنا اجيب الخيط بتاعي ادخله جوه الابرة، تمام، واسحب الخيط ده الطرف الاول. الطرف التاني هنلف الشغل بتاعنا وندخل جوه حرف الفي اللي موجود معانا، شايفين اهو، وهدخل في بعض الغرز كده يكون التقفيل بالمرة، واشد الخيط. هنا اتكونت معايا غرزة في زي اي شكل موجود بين كل غرزة والتانية، وبالتالي الشكل الجمالي هيكون احلى في التقفيل اهو معايا، مش هيكون باين اصلا غرزة البداية من غرزة النهاية، الشكل كله متناسق مع بعضه. وبكده هبدأ اقفل كل الخيوط اللي معايا دي، ونرجع تاني نشوف بعد التقفيل. كده خلصت الكوستر كله، وادي التنظيف، شايفين الشكل بتاعه. وبكده خلصنا بجميع الالوان بتاعته. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله استنونا في فيديو جديد. ولو اول مره تشوفوا القناه اتمنى تعملوا اشتراك للقناه واعجاب وكومنت لطيف من حضراتكم. ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد على القناه.